هنجرب النهارده اختراع جديد من اختراعات ترند كنافه دبي، الاختراع الذي لا ينتهي. اختراع جديد شكله تحفه ويجنن قوي، شكله فظيع حقيقي. متحمسه قوي قوي ان انا اجربه. يلا بينا نجربه سوا النهارده ونشوف هل فعلا هيستاهل التجربه ولا لا. يلا بينا. كرواسون كنافه دبي اختراع جديد شكله مغري جدا وفظيع قوي من عند كافيه موف اون. طبعا يا جماعه كافيه موف اون من الكافيهات المميزه والفايبس بتاعته هاديه ورايقه كده، ودايما بيجيبوا الترندات اول ما تنزل على التيك توك وتقلب الدنيا بيعملوها عندهم على طول. هم اول ناس هيعملوا كرواسون كنافه دبي. هنا بقى مراحل تحضير الاوردر. جبنا الكرواسون طازه الفريش بتاعهم وحطينا كنافه دبي. الحشوه ترند لقلب العالم لحد دلوقتي. وبعد لما خلص مرحله حشو الكرواسون بدا يعمل دريزلينج بنيوتيلا شوكليت صوص، وبدا يحط كميه شوكليت صوص كبيره جدا. بعد كده عمل دريزلينج تاني بس المره دي بالبيستاشيو صوص، وحط كميه محترمه من البيستاشيو صوص. وبعد كده برضو قعد يحط المكسرات بالشكل ده، كميه مكسرات كبيره سواء مكسرات اورجانيك او مكسرات مبشوره. اخر حاجه حط كنافه محمصه. وبكده الاختراع الجديد من موف اون كرواسون كنافه دبي اللوحه الفنيه بقت جاهزه. شكله مغري قوي يا جماعه، شكله خطير وحقيقي طلع لوحه فنيه معموله بمزاج قوي وشكلها يجن. ومتحمسه قوي، شكلها بتقول لك يلا نجرب وندوق ونقول بسم الله. واخيرا هنتست كل الكلام الجميل ده. بصوا يا جماعه الكرواسون ازاي فريش وبيتقطع بكل سهوله. وهنا جينا للحظه ويلا ندوق ونقول بسم الله. جماعه الكرواسون تحفه، هو جامد بشكل فظيع. الكرواسون فريش جامد جدا، والحشوه مع صوص البيستاشيو صوص النوتيلا والمكسرات اللي من فوق بجد خطير. تركيب طعمها حلو قوي وكمان مش مجزعه خالص، سكرها مظبوط. الكواليتي بتاع الصوص والشوكولاته كواليتي عالي جدا. اما حشوه كنافه دبي كانت كتيره جدا، والكنافه كانت كرانشي وطعمها كان حلو قوي. كل التركيبه كانت تحفه حقيقي، من احلى اختراعات كنافه ترند دبي اللي جربتها في بورسعيد. بجد تجربه ما ينفعش تفوتكم، لازم تجربوها هتنبسطوا بيها جدا. وكان نكون خلصنا كرواسون كنافه دبي. بجد يا جماعه خطير جدا، ما ينفعش تفوتكم. هستناكم تجربوا كرواسون كنافه دبي من عند موف اون وتقولي رايكم في الكومنتس. يلا بون ابيتي، باي روني.